لكن شتان بين ضمير حي هنا وضمير ميت هناك منذ سنوات طوال. هكذا ظهر بشار الأسد بين رائحة الموت ضاحكا مستبشرا مختالا فخورا، كأنها مظاهرة حب مع أنصاره، لا مأتم جماعي لأكثر من 5000 قتيل. زغاريد وقبلات وضحكات وقبلات مجددة. لو كانت الأنقاض حية لتقيأت مما تشاهد، فقد كان البشر يبكون على الأطلال منذ آلاف السنين، أما الضحك على الأطلال فهذا ما لم يسمع به أحد من قبل إلا الآن. فرق كبير إذن، ليس بين النائحة الثكلى والنائحة المستأجرة، ليس بين رئيس يبكي وزعيم عصابة يتباكى، وإنما بين إنسان صادق يتألم ووغد يقهقه بين الركام.